نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع مستوى في البنتاغون أن عددا من أفراد القوات الخاصة الأمريكية قد وصلت إلى إسرائيل للمشاركة في عمليات تحرير الرهائن من يد فصائل المقاومة الفلسطينية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى توجيهات بوقت سابق لأعضاء فريقه بالعمل مع نظرائهم الإسرائيليين على أزمة الرهائن بكل جوانبها، بما في ذلك تشارك المعلومات الاستخباراتية. ونشر خبراء من كل أقسام الحكومة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم فيما يتعلق بجهود استعادة الرهائن. وكان قد سبق وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان أن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل قتلوا في الهجمات التي شنتها كتائب القسام على الأراضي المحتلة السبت الماضي. يأتي ذلك في وقت لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن لا من جهة إسرائيل ولا من جهة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى عن عدد الأسرى، إلا أن تقديرات الإعلام تشير إلى وجود قرابة 100 أسير في قبضة المقاومة. وكانت كتائب القسام أعلنت أمس مقتل 4 أسرى بغارة جوية إسرائيلية، فيما حذرت من أنها قد تبدأ بإعدام الأسرى بالصوت والصورة في كل مرة يتم فيها استهداف المدنيين في قطاع غزة.